بص ركز معايا، لو انت شخص مالكش في القهوة وعايز تشرب حاجة تخليك مصحصح وفايق طول اليوم ومن غير كافيين، تشرب ايه؟ 3 حاجات اقولك عليهم. اول حاجة وهو عصير البرتقال، وده من افضل الحاجات اللي ممكن تشربها قبل اي شغل. في دراسة اتعملت سنة 2016 على مجموعة من الناس اللي عمرهم ما بين 30 ل 65، وعطوا كل واحد كوباية من عصير البرتقال، وفي يوم تاني عطوهم دواء وهمي، وبعد كده اختبروا تفكيرهم والحالة المزاجية بعد العصير، وظهرت النتائج ان ادائهم افضل وشعورهم باليقظة اقوى من الايام اللي كانوا بياخدوا فيها دواء وهمي، ووصل تركيزهم ل6 ساعات، وده بجانب ان البرتقال فيه فيتامين سي ومضادات الاكسده. تاني حاجه وهو عصير البنجر، واللي ليه فوائد كتيره جدا، ولكن وجدت بعض الدراسات انه مفيد بشكل اكبر للدماغ. في دراسه اتعملت في جامعه ويك فورست على 26 راجل وامراه بيتراوح اعمارهم ما بين 55 لفوق، وادالهم عصير البنجر ودواء وهمي قبل الذهاب للمشي لمده 50 دقيقه على جهاز المشي، فلقوا انه بيزود من مستويات اكسيد النيتريك بشكل طبيعي في الجسم، واللي بيساعد على تحفيز تدفق الدم. اثبتت النتائج ان اللي شربوا عصير البنجر كان لديهم أدمغة بتعمل بكفاءة أكبر وبتتصرف زي البالغين الأصغر سنا. وفي دراسة تانية قالت إن اتباع نظام غذائي غني بالمركبات اللي بتزود من مستويات أكسيد النيتريك إنه بيحسن الدورة الدموية في مناطق في الدماغ الحرجة، والمعروف عنها إنها بتساعد في الوظائف التنفيذية. معنى تاني بتساعد على التفكير بشكل أفضل. تالت حاجة وهو عصير الرمان، الغني بمضادات الأكسدة الصحية والمفيدة لأي شخص في أي عمر، ولو عايز حاجة بتعزز الطاقة والذاكرة فهو أفضل اختيار. في أبحاث اتعملت سنة 2013 على أشخاص بالغين في العمر، فعطوا المجموعة عصير الرمان ومجموعة تانية اديلهم حاجة تانية بنفس الطعم لمدة 4 أسابيع، وبعد كده استخدموا التصوير بالرنين المغناطيسي لتحليل نشاط الدماغ، وعملوا لهم اختبارات على الذاكرة واختبارات الدم، فلقوا إن بعد 4 أسابيع بس للأشخاص اللي شربوا عصير الرمان ظهر عليهم بشكل ملحوظ تحسن في الذاكرة اللفظية ومهام الذاكرة البصرية، وكمان ظهر تغيرات إيجابية في دماغهم. وبس كده، سلام.